السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة. ان شاء الله النهاردة هنعمل القراقيش بالعجوة. هنعملها بطعم وشكل حلو اوي، وهنعمله المقادير مظبوطة جدا، والطعم حكاية ودايب واحلى من بتاع الافران. انسي ان انت تشتريه من بره تاني. بس يا حبايبي، اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة. وشكرا على كل اللي حط لي لايك واشترك لي في القناة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف احلى واجمل قراقيش هنعملها ازاي. اول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق، هنحط عليه معلقة من البيكنج باودر وربع معلقة من الملح، وهنقلب كل المواد الجافة دي مع بعض. الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات وانا نخلاه كويس جدا. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، ويلا نركنها على جنب. نشوف المواد السائلة هنعملها ازاي. هنزل بكوباية من الحليب الدافي، الحليب ده كامل الدسم. هنزل عليه بربع كوباية من السكر، وبعد ما حطينا السكر والحليب هنحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ولازم نتأكد من جودة الخميرة. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما السكر يدوب تماما مع الحليب. وخلاص كده احنا قلبناه. يلا نجيب الدقيق بتاعنا، هنزل عليه. انا حاطه نص سمنه ونص زيت. عايزه تعمليها سمنه بس، عايزه تعملي ميكس بين السمنه والزيت، المتاح عندك والمتوفر اعمليه. وخلاص احنا كده هنقلب الدقيق بالسمنه والزيت لحد السمنه دي ما تختفي تماما، وهنبسها بالطريقة دي. كل ما نبسها بالطريقة دي هتطلع معاكي دايب بدوب. خلاص كده احنا هنقلب لحد ما السمنة والزيت تختفي تماما. وبعد ما خلاص خلصنا البس كويس، نمسك حبة كده، شايفين عملوا تكتلات، نفركهم يفركوا معانا بكل سهولة. يلا بقى ننزل عليهم بالحليب ده والخميرة الفورية، وهنقلب كده العجين بالحليب لحد ما يتعجنوا كويس جدا، اللبن يختفي تماما في العجين. وهي كوباية الحليب دي كويسة جدا، انا محتاجتش اي حاجة عليها على النص كيلو. خلاص كده هنمسك قطعة بقى من العجينة بتاعتنا، هنمسكها هنلقاها مفيش اي تشققات وناعمة بالطريقة دي، ولا طرية ولا يابسة. خلاص كده جهزت معايا العجينة بتاعتنا، هنسويها وهنغطيها وهنركنها على جنب. ونجهز بقى الحشوة بتاع القراقيش. انا هنا معايا 350 من العجوة، انا جايباها. هنحط عليها معلقة من السمنة على ربع كوباية من السمسم، وهنعجنها بقى كويس في السمنة والسمسم. وخلاص كده بعد ما عجنا العجوة بالسمسم والسمنة وطلعت معايا بالنتيجة دي، هنعمل هنقسمها نصين وهنلفها رول. وبعد كده ما لفيناها لور، احنا عايزينها على 2 بس. وخلاص احنا كده جهزنا الحشوة بتاع القراقيش بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، طلع العجوة بتاعتنا طرية خالص، السمنة طرتها والسمسم ده بيديها طعم جميل جدا. خلاص جهزت معايا العجوة، يلا نشوف الطريقة هنعملها ازاي. هنا بقى هنجيب كيس تلاجة، هنحط عليه العجوة بتاعتنا وهنفردها بالنشابة او المردنة على طول كده. الكيس ده هيسهل معانا عملية الفرد. وبعد ما فردناها كويس كده مربع او مستطيل، هنسويها من كل الاطراف تمام. وبعد ما سويناها بالطريقة دي هنقسمها نصين. لاني انا هقسم القراقيش بتاعتي على 4، فانا عايزة 4 قطع من العجو. وهنعمل التانية بنفس الطريقة
شايفين؟ دي عملية سهلة جدا هتخلينا هتسهل معانا عملية التشكيل. وخلاص كده بعد ما خلصنا الاربع قطع، يلا نبدأ بقى ونشوف هنشكل القراقيش بالطريقة ازاي. وخلاص كده هنبدأ في تشكيل القراقيش بتاعتنا. احنا هنقسمهم لاربع كور برضو. هنجيب كيس التلاجة وهنفرد القراقيش بتاعتنا. الطريقة بتاعتنا ولا اسهل ولا ابسط من كده. عايزة تعمليها مربعة اعمليها، عايزة تعمليها مستطيلة اعمليها. وهنجيب القطاعة وهنسويها من كل الاطراف. ليه بقى؟ عشان القراقيش بتاعتي تطلع متساوية وجميلة جدا زي ما شفتوها في اول الفيديو. هنبدأ بقى بعد ما سوينا العجينة هنحط نص العجوة بتاعتنا وهنضغط عليها كويس. ليه؟ عشان التسوية بتاعتي ما تنطرش العجوة من تطلع من قلب القراقيش. لازم نضغط عليها كويس جدا نثبتها في العجينة. وهنجيب السمسم، عايزة تستغنى عن السمسم استغني. والسمسم ما هحطه في القراقيش هضغط عليه كويس جدا علشان يمسك في العجينة. وخلاص هنعمل التانية بالطريقة دي وهنساوي الاطراف مع بعض وهنضغط كويس جدا عشان العجوة تمسك في القراقيش. وهنسويها ونحط السمسم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي وهنضغط على السمسم وهنقطعها. القطعة دي جميلة جدا في تقطيع القراقيش. وقطعي بقى كده وهنخلص الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. وبعد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها دي هنسيبها تختمر لمدة ربع ساعة. ربع ساعة تمام. وخلاص كده هنخلصها، شكلناها كلها الا العجينة القراقيش بتاعتنا. يلا نجيب صينية ونرصها فيهم. صينية او صاج المتاح عندك. انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 190، ولا عالي قوي ولا واطي قوي. احنا نحطها على الرف الاوسط وهنسيبها بقى لما تستوي تماما. هنسيبها ربع ساعة هتكمل خمرها في الفرن. وهنسيبها اول ما تحمر من تحت وما احمرتش من فوق ممكن نشغل الشواية لمدة دقيقة وهتطلع معانا بالحلاوة والجمال ده. والقراقيش بتاعتنا دايبة بسم الله ما شاء الله. يلا يا حبايبي استنوني بفيديوهات كتير. اسيبكم في رعاية الله وامنه.